أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى درس جديد مع حرف جديد، حرف ي. ي ي هو الياء المفتوحة باللغة الشركسية. ي تجي معناته سوء، سوء، مشكلة، أو ضمير الشخص الثالث المفرد في الزمن الحاضر. يشخ، يد. إذن ي هو من أحرف العلة، كمان من أحرف العلة. 100 تفاح، 100 تفاح، تفاح بري أو شجر تفاح، كمان منطقة فيها أشجار تفاح كثيرة. 100 تفاح أو أشجار تفاح كثيرة. طبعا هذا تفاح الغابات. مز، مز غابة، مز غابة. ميم فتحة، زين كسرة، مز غابة. تي مز، تي مز، تي خاصتنا، خاصتنا، ما يخصنا. تي مز معناته غابتنا. تي مز، تي خاصتنا، مز غابة، تي مز غابتنا. مزم، مز غابة، مزم بصير في الغابة، وبصير حرف جر، يعني اسم مجرور. مزم في وإلى وعلى إلى آخره. إذا مزم اسم مجرور هون. مزم، مزم بالغابة، إلى الغابة، على الغابة، في الغابة، بصير كل يعني اسم مجرور. طبعا هذا لازم يكون الفعل تبعه فعل متعدي، مش لازم، ما هو لازم معه فعل لازم. هون عندنا عندما تدخل حروف العلة على الحروف تمده. مي، ني، زي، دي، بي، قي. إذن هون عندما تدخل على حرف الياء المفتوحة على الحروف ماذا تفعل بها؟ تلفظ كما يلي من عيد: مي، ني، زي، دي، بي، قي. تحت في كلمة زاية، زاية، زاية يعني زعرور، زاية زعرور، زاية زعرور. الزعرور الموجود يعني بالقفقاس أكبر من الزعرور الموجودة بالغابات عنا هون. الزاية زعرور. النص عنا هون، عنوان النص: تي مز، تي مز. تي طبعا خاصتنا، مز غابة، تيم غابة، تيمز غابتنا، تيمز غابتنا. تيمز ميخر ختخ، تيمز غابتنا. ميخر التفاح الكثير، التفاحات أو أشجار التفاح. ختخ، خت واقفا ضمنه، خت، وبيجي خت وخس وخل، يعني خت هون الشجر طبعا واقف، بسموه على أساس أنه واقف ضمن الغابة، ختخ. إذن تيمز في غابتنا أشجار تفاح، في غابتنا أشجار تفاح. تيمز ميخر
ختخ. تيمز ميخر ختخ. في غابتنا أشجار تفاح. ميم أبيز. ميم أبيز. 100 تفاح. 100 أشجار التفاح. أشجار التفاح. أشجار التفاح. تفاح كثير، يعني الحمل كثير، حمل الشجرة كثير. ما تفاح. آبيز آبت يحمل. آبيز يحمل كثيرا، يعني الشجر مليء بفاكهة التفاح. 100 آبيز. تفاح بري طبعا. 100 أشجار التفاح تحمل تفاح كثير. زرع مكرة ورز مسرة قاشفة. طبعا زرامك ورز مس قاشفة. شبه يلتقط، قاشفة يلتقطون تفاح. إذن هالشخصين هذا زرع مكرة وزر مسرة قاشفة يلتقطون التفاح. مر ما تم آراتاقوى. تفاح. مر التفاح التعريف. مات سلة. ما تم جمع سلل. آراتاقوى يدحرجون. رتقا الشيء اللي بتدحرجه دحرجه، يعني غير الحن وغير ريجن. آراتاقوى يعني عم بيوضعوا التفاح بالسلل. ما تم في السلل. آراتاقوى يضعون التفاحة في السلل، جمع سلة، يعني سلل جمع سلة. مر ما تم آراتاقوى. مر بيجي معناته هذه، ومر بيجي التفاح. التفاح البري طبعا. ما تم آراتاقوى يعني يضعونها في التفاح. زايري مزم خت. زايا زعرور. زاير الزعرور. زايري الزعرور أيضا. الياء هون بيجي معناته أيضا، والإر للتعريف، والزعرور أيضا. مزم خت يوجدون في الغابة. مزم خت. مزم بالغابة، خت في الغابة يوجد يعني. زايمي آبيز. زايمي آبيز. والأشجار التفاح مليء بالزعرور، يعني الحمل كتير. زايمي آبيز. الزعرور حمله كثير. سدا مزم خطر. سد ماذا؟ سدا ما الذي؟ مزم بالغابة. غابة. مزم اسم مجرور بالغابة. الام باخر الاسم بيجي بمعناته اسم مجرور بحروف الجر كلها، او بيجي كمان المفعول به المنصوب. خطر. سدا مزم خطر. خط يوجد. خطر لحق التعريف يوجد. طبعا هذا التعبير العربي ما موجود، ولكن هيك بالتعبير الآدي هيك. سدا مزم خطر. ماذا يوجد في الغابة؟ ماذا يوجد في الغابة؟ طبعا الجواب ميخت. زايخت. طبعا يوجد تفاح، أشجار تفاح. يوجد أشجار الزعرور. ختا قز شفرر. خت من. شوف هون جايين كلمتين تحت بعضهم البعض. سدا ختا. سدا ما للأشياء. ختا من للإنسان. خت
من سد ما سدا ما الذي ختا من الذي مقى شفرر من الذي يجمع ثمار التفاح ختا مقى شفرر ختا مقى شفرر مين اللي عم يلتقط ثمار التفاح؟ إذا بدكم تنتبهوا لكلمتين هدول في أول الجملة بيقول ختا للإنسان من الذي سدى ما الذي ما للأشياء ختا للإنسان ما بصير تخربط بيناتهم سدى ختا سد خت سد ما للأشياء أما خت للبني آدم للإنسان. هنا في حروف موصولة فيها يليها حروف العلة مشان تعرفوا شو بيعمل حرف العلة كيف بمد الحرف الساكن. يا طبعا الياء المفتوحة يا ش خذ قود إلى يعني خذه إلى أنا ضمير المتكلم اكتب فعل أمر فعل أمر كمان فعل أمر خيط فعل أمر فعل أمر كل فعل أمر قل كمان فعل أمر إذا بنعيد هلا الكلمات تحت. سيء شيء سيء خذ قوده إلى ضمير الشخص المتكلم اكتب فعل أمر خيط فعل أمر كل فعل أمر وقل فعل أمر. إذا بنعيد الدرس من الأول بشكل سريع. سيء أو ضمير شخص ثالث في الزمن الحاضر يد عندما يكون الفعل متعدي. 100 تفاح أو شجر تفاح كثرة التفاح أو كثرة أشجار التفاح. من هنا جاء كلمة 100 تفاح أشجار تفاح قافها زاوية منطقة أو منطقة التفاح أو إقليم التفاح كما يقال. 100 قاف عاصمة الآدية يعني معناته إقليم التفاح أو منطقة التفاح. مز غابة تيمز خاصتنا تيمز غابتنا. مزم بالغابة أو في الغابة مزم. الميم هنا جاي اسم مجرور مزم بالغابة أو في الغابة. فوق في حروف اجت بعد حرف العلة ي مي دي ني بي زي قي. تيمز قبل تيمز في زعرور تيمز. عنوان النص غابتنا. تيمز 100 خرختخ في غابتنا أشجار التفاح. 100 خر تمسكته. ميم آبيز أشجار التفاح مليء بثمر التفاح. زرع مكرة وزر مسرة. زرامك وزر طبعا هذول الأسماء أعلام. قاشفة يجمعون ثمار التفاح. قاشفة يلتقطون يجمعون ثمار التفاح. ما تم أراتاقوا التفاح يضعونها في السلال
آراتاق معناته يدحرجونها للأشياء القابلة للدحرجة بيقولوا له آراتاق، الغير قابل للدحرجة آرالحا إلى آخره. الزايري والزعرور مزم خط، والزعرور أيضا بالغابة الزايمي أبيز، والزعرور أيضا مليء بثمار الزعرور، بيز مليء، بت يحمل الثمر، بيز يحمل كثيرا جدا. سدى هنا في سدى مزم خطر، يعني ما الذي يوجد في الغابة؟ طبعا بدك تقول 100 خر زايا خر، 100 خمرة زايا خمرة. مثلا بدك تقول التفاح وأشجار التفاح وأشجار الزعرور. ختا مقز شفرر، خت للإنسان، صد للأشياء، ما مومن سدى ما الذي ختا، من الذي ختا مقز شفرر، من الذي يلتقط التفاح. في عنا هون حروف علية، ش س تخ د شخ و. الآن ننتقل من الدرس إلى كلمات الدرس والقواعد. كلمات الدرس 100 تفاح كثير أو أشجار تفاح. مز غابة، مز غابة، مزم بالغابة، مزم بالغابة. زايا زايا زعرور، زايا زعرور. ختخ موجودون في، موجودون في يعني ختخ موجودون ضمن شيء، م هذه أو تفاح، م هذه أو تفاح. آبيز مليء كثير الحمل للشجر، طبعا آبيز مليء كثير الحمل للشجر. قاشف يجمعون يلتقطون، قاشف. مات سلة، مات سلة. سد ما ماذا؟ سدى ما الذي؟ سدى ما الذي؟ الآن ننتقل إلى درس القواعد. قلنا في دروس سابقة أن الحروف، لفظ الحروف باللغة الشركسية ينقسم إلى قسمين: حروف العلة والحروف العادية. الحروف العادية ينقسم إلى 3 أقسام. في عنا حروف الجهورية اللي بتحكي بصوت عالي، أخذناهم بالدرس السابق بدرسين سابقين. بعدين بيجي الحروف الصماء مقدقكر، بعدين بيجي الحروف المهموزة. تخب زخر أدغاب زمج الشوق والشغخ، مقزي شخمرة مقزرا شخمرة، مقزي شخر الشوق والشغخ، مقاوزكر مقتشانكر مقدقكر وتشير زفاص إذا قاورا ماقكر. زي شخر يا دستا تجاغ تشتاغ مقتشان خمي تتخغ تشتاغ نيبا مقدق خرارة تشتتخر. مقدق خر إيش مقصوش خرارة. ب ف خ خ خو د جو ج ز ج ج جو ج ل. مخر قزا شد غزا حاجنخ. مقدقر ب ف خ خ خو د جو ج
ز ز ج زو ج ل مكر زوس انفايك زوس انفايك قسم مكر زج تختم سومت قسم رارب كو تختم خطوه زوسلق وهجا مكر زرمق دبكر انفايك. أعزائي الطلاب أهل الحروف الصماء هذول يعني ما ضروري تحفظون تكررون ورا بعضهم. والله مثلا ما تقول والله شو حروف العلة كل 10 حروف، شو الحروف الجهورية كمان، لا، بس هذول تتعرفوا عليهم تستأنسوا فيهم مشان إذا شفتوهم في يوم من الأيام بالكتاب تعرفون إنه هذول هذا حرف علة وهذا حرف جهوري وهذا حرف أصم وهذا حرف مهموس. أيوة، إذا منعيد كلمات الدرس ومنعيد القواعد أيضا. 100 تفاح كثير أو أشجار تفاح. مز غابة، مزم بالغابة، إلى الغابة، في الغابة. الميم هذا بياخذ مكان حروف الجر كله تقريبا. زايا زعرور، زايا زعرور. ختخ، ختخ موجودون في، ختخ موجودون في. م هذه أو تفاح، م هذه أو تفاح. بيز مليء كثير الحمل للشجر، طبعا انه بيز حمله كثير يعني الشجرة حاملة فواكه كثير. قاشفها، قاشفها يلتقطون يجمعون. قاشفها بصير لمس شيء مثل حبات يعني قاشفها. مات سلة، مات سلة. سد ما سدى، ما الذي؟ سد ما سدى، ما الذي؟ ما الذي؟ سد ما سد خغر، ما حصل، ماذا حصل؟ سدى خغر، ما الذي حصل؟ هيك يعني الألف بيجي مقام الذي هون. القواعد الأحرف الصماء. مق دقر، مق دقر. ف ف خ خ خو د جو ج ز ج ج جو ج ل. هدول هن الحروف الصماء. الحروف الصماء يعني في هناك 3 أنواع من الحروف ما عدا حرف العلة، الحروف الجهوري والحروف الصماء والحروف المهموزة. هدول كتير بينفعوا انك تفرقوا بيناتهم. بكرة بتشوف الضمير الدال على الاشخاص هذا بيجي قدام الحروف المهموزة ما بتجي قدام الحروف الصماء، وهذا بيجي قدام الحروف الصماء ما بتجي قدام الحروف الجهوري، وهكذا. يعني حفظهم كتير كتير ضروري. إذن من رجع كلمات الدرس، من راجع كلمات الدرس. 100 تفاح كثير، 100 تفاح كثير. مز غابة، مزم بالغابة، إلى الغابة. زايا زعرور. ختخ موجودون فيه. م هذه تفاح. بيز مليء كثير الحمل. قاشفها يجمعون يلتقطون. مات سلة. سد وسدى. سد ماذا؟ سدى ما الذي؟ في هون حرف الذي اسم موصول، الآ بيجي اسم موصول. الأحرف الصماء مقدقر. ف ف خ خ خو د زو ج ز ز ج ج
زو ج ل. إذن من راجع الحروف الصماء مرة ثانية. ب ف ف خ خ خو د جو ج ز ژ ژ زو ج اللام، حرف اللام. كما قلت أعزائي الطلاب، هذول الحروف يعني ما ضروري تحفظون وتكررون ورا بعضهم، يعني مثل ما قلت لك شو الحروف الجهورية تعدن، لا، هذول بس لازم تعرفوا إذا شفتوهم يعني ضمن الكتاب، إذا ضمن الدرس، إنه هذول تعرفون هذا مثلا حرف علة، هذا حرف جهوري، هذا حرف أصم، هذا حرف مهموز، مشان تعرفوا شو الضمائر الدالة على الأشخاص اللي بدكم تحطوهم قدامهم، لأنه كل قسم من هالأقسام له حروف ضمائر أو سوابق بنحط قدامهم، ما بنحط قدام غيرهم. نتمنى أنكم تحفظوا هالكلمات وتحفظوا هالحروف، يعني تستأنسوا فيهن، تندلوا عليهم، وبتمنى لهم كل خير. نيبا موجة ديت ستشتوخة تلصوصو تشاكوغ موشاءه قد تغخر زازغص أنكو ستكنكو برا ستكك سلتك زريحو ستكك إطعامي مما قد بكري زازغص أنفايك نيوشت كتم كافة زخوشا بارتككر تاشو أبزغو سلتك آي شتا يسواغشكو قوت تحصوغ بسوه.